لمصلحة اللاعب اللي هو عبد العزيز الهريش. الهريش اللي بدوره وصلها بشكل ممتاز إلى الدوسري. الدوسري خطير. النصر إلى نهاية هذه البطولة. النصر إلى نهاية هذه البطولة. النصر مع سعد الشهري من يطولة خطأ كبير من حارس المرمى. خطأ كبير مع هدف ثاني للنصر يقتل مع كل آمال الهلال في العودة إلى المباراة. خلصها الدوسري أرسلها قوية لتصل مرمى الهلال وليصل النصر إلى نهاية هذه البطولة. النصر إلى الفاينل في هذه البطولة، يصل إلى المباراة النهائية. خطأ من حارس المرمى لا يغتفر في هذا المكان في هذا التوقيت. الدوسري يسجل لكي يصل النصر رسميا إلى المباراة النهائية، إلا إذا حدثت معجزة. حدثت معجزة، لأن حتى تركي الشايع بعد أن كان واقفا طوال المباراة كأنه سلم المباراة، لأن المباراة أصبحت عودة الهلال فيها صعبة وفي غاية الصعوبة. إذن التغيير الثاني لمصلحة النصر بإخراج صاحب الهدف خالد الدوسري اللي صوب هذه الكرة. يسجل ليفرح معه النصر، ليفرح معه سعد يحضر السعد لكل النصراويين. بالنسبة لفئة الشباب النصر في النهائي، ناشئي النصر في النهائي، أول النصر متصدرا للدوري. يا لثورة هذا الفريق اللي عادت إلى التوهج من جديد. 4 دقائق مضافة لساعة حكم اللقاء، 4 دقائق مضافة لشوط المباراة الثاني في لساعة حكم اللقاء. 4 دقائق كوقت بدل ضائع. جماهير الهلال خيبة أمل وحسرة كبيرة بعد هذه النتيجة. لا تصرف لا ينبغي بالتأكيد من اسم وشخصية كبيرة بالتأكيد بالنسبة لتركي الشايع. حكم اللقاء طالب بأن يبقى فقط في منطقته، لكن على تركي الشايع أن يكون أكثر هدوءا، أكثر صبرا. بطبيعة الحال النتيجة أكيد بأنها تغضب، لكن هكذا هي كرة القدم. يوم تأتي بالفرح ويوم تكون مرة، لكن أيام النصر حلوة. أيام النصر في فرح وخصوصا على مستوى الشباب في هذه المباراة. خالد حكمي خطأ لمصلحته. خلاص النصر اقترب أكثر من أي وقت مضى من الوصول إلى المباراة النهائية. خطأ إذن لمصلحة النصر. مرور، محاولة لكسب مزيد من الوقت بالنسبة لي